ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي ورسولي وشفيعي سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عايزه اقول لكم بجد ميرسي جدا على تعليقاتكم وعلى كومنتاتكم وعلى وجودكم في القناه وعلى اشتراكاتكم. بجد اي حد موجود عندي على دماغي وبيسعدني جدا اي كومنت بتقولوا تعالوا بقى النهارده بقى هنعمل حواوشي. بس احنا حطينا كوبايتين دقيق او كوبايه ونص ورشه او معلقتين خميره ان احنا في الشتاء، ومعلقتين سكر وذره ملح صغيره وبيضايه. تقريبا حطيت كيس بيكنج باودر تقريبا. بقى اعمل باللبن، هنزل باللبن واحده واحده لحد ما العجينه تلم معايا. هتقولي لي عجينه الحواوشي ما فيهاش بيض ولبن؟ هقول لكم ان انا بحب احط في اي حاجه بعملها بيض ولبن عشان الاطفال الصغيرين اللي عندي، متبقاش بس شويه دقيق وشويه ميه كده. انا عارفه ان هي بتعمل بدقيق وميه بس اي حاجه، اي بص عجينه اي حاجه تحطها لها تطلع معاكي طعم تانية خالص. تديها طراوه، البيض بيدي طراوه واللبن بيدي طراوه. فيعني العجين ما بيقولش لا، اي حاجه بتحطيها له بيشتغل بيها وبيديله طعم. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. بصوا بقى هفضل اعجن كده فيها شويه حلوين يعني لحد ما تبقى ناعمه كده معايا وجميله. عايزه اقول لكم ان هي بتاخد وقت شويه، يعني مثلا اقل حاجه تدعكيها 5 دقايق 7 دقايق بالكتير. حاطه بقى طبعا معلقه زيت، فانا عجنها اقل حاجه بالمية 5 دقايق عشان تبقى طريه كده وجميله وتديكي. بص كان معايا مكالمه، اول ما تبقى كده شايفين ناعمه كده وجميله نهدي الطبق اللي احنا بنعمل فيه معلقه زيت ونحطها. بصوا انا بقى عملت البتاع، فعندي ده بصل متقطع وفلفل وطماطم. انا عامله النهارده حواوشي سجق بصراحه بيبقى جميل بامانه. معلش عشان الدوشه استنى معلش فصلت بس حمام اذان يخلص. فانا بقى هقطع السجق، يعني اللي انا عملت ان انا قطعت البصل بصراحه ما كنتش هصور، فانا قطعت بصل وفلفل وطماطم وحطيت عليهم شويه ملح كده وشويه فلفل وبهارات حواوشي. معلش عشان صوت ادم بس جنبي، بس هو معلش اعذروني النهارده. بصوا احنا كنا جعانين كده قبل ما نعمل حواوشي، فخدت حته من العجينه عملتها بيتزا. مكانش عندي جبنه مكانش عندي اي حاجه، بس احنا كنا جعانين وكان جوزي قدامه شويه عبال ما يجي عشان اعمل الاكل. فقلت له هعمل لكم كده بيتزا صغيره بس ادم بس يا حبيبي. عارفه الفويس وحش قوي عشان خاطر ادم، بس معلش اعذروني الفيديو دوت لاني تعبانه وادم قاعد جنبي. بس انا حطيت كاتشب على معلقه كنت مسلسله قوطه فحطيته. كان عندي ده اسكندراني. بصوا انا لميت اي حاجه ينفع تتحط وحطيتها. بصراحه ما كنتش هعمل بيتزا اصلا، بس انا كنا جعانين وجوزي كان هيتاخر في الشغل شويه، فانا بعمل الاكل لما جوزي يجي. في النص كده حطيت لهم اي حاجه يعملوها. هي واحده بيتزا، انا عملت واحده وانينا عملت واحده صغننه خالص. هبقى اوريها لكم، بتاعتها كانت جميله والله. حتى خدت حته عجينه وعملت زي ما انا عملت بالظبط. متنسوش الحبايب اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. ولو انت لسه بتتفرج علي لحد دلوقتي انا متشكره جدا جدا جدا. تسيب اللي وراك وتتفرج عليا، ميرسي. نعم معلش عشان صوت ادم في الفيديو، معلش حقكوا عليا. بصوا دي بعد ما استوت كانت والله طعمها جميل، والسجق كان طعمه تحفه بامانه. بصوا كانت جميله. بس خلاص بقى جوزي جه نعمل بقى الاكل. انا عامله حواوشي لحمه كمان بس مرضتش اصوره لان جوزي مش بيحب السجق قوي، بيحب اللحمه، انا مرضتش اصوره بصراحه. بس انا هعمل بقى واحده كبيره وهعمل بعيش. بس نفس البتاعه دي بتاعت بيتزا، بس يا بابا بتاعت البيتزا هفرد فيها كده العجينه. بابا بعد ما فردت كده العجينه هنزل بقى بالسجق اللي انا عاملاه
احط كمان بصي حته لحمه. كنت عامله قلتلكوا لحمه بس انا ما كنتش مصوراها بصراحه، فعملت نص ونص كده. هفرد دي بقى كمان وهقوم قافلاها عليها. معرفش رحت اعمل ايه دلوقتي، بنور اللينج لايت. فايه بصوا بقى انا هفتح ايه هعمل ايه بنتي ايه، هفردها كويس قوي حتى بايديا، يعني سهله، هي سهله ان هي مرتاحه كويس اوي. انا عاملاها من بدري وطلعتها خدت منها، عملنا البيتزا ورجعتها تاني في الميكروويف تتدفى لحد ما جوزي كان قرب يجي من الشغل. بصوا بقى عملتها وحطيت فيها حبه البركه ودهنت وشها ببيض. معرفش الحته دي ما اتصورتش، بس بشويه بيض دهنت وشها وحطيت حبه البركه. بصوا بقى بعد ما طلعت ما شاء الله كانت جميله ازاي، تستاهل بقكم. كده نبقى خلصنا الفيديو، واتمنى تحطوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتصلوا على النبي في التعليقات. وباي باي.